البانكومايسين. الجرعة مش رقم وخلاص. ده من أخطر المضادات الحيوية لو مش عارف تراقبه كويس. المريض ممكن يتأذي لو فهمت التراف غلط. والنهاردة هنفهم إزاي نحسب الجرعة صح بالإري أندر ذا كيرف وتطبيق عملي كمان. تابع الفيديو. هنتكلم على الفارماكوكاينيتكس والفارماكودايناميك بارامترز associated with clinical effectiveness. يعني ايه؟ يعني مثلا الفانكومايسين ده احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده واحنا كنا بنتكلم على الام اي سي والاريا اندر ذا كيرف. هنعمل مونيتورنج للفانكومايسين ازاي؟ كان الاول كان يجي يقول مثلا المفروض ان او في الكتب ان يقول لك ان انا بعمل اوبتيننج للسيرم كونسنتريشن ليفل، او ان انا باخد التراف. بحسب مثلا التراف ليفل علشان اعرف ان الدواء ده eliminated too quickly ولا or slowly. خلاص، يبقى انا المفروض ان انا علشان خاطر ان انا اشوف السيرم كونسنتريشن بتاع الانتي بايوتكس او بتاع الدراج اللي هو بيكون مونيتورد بيه التراف. طيب، اتكلموا على التراف ليفل بالنسبه للفانكومايسين. قال ان هو not good predictors للسيفتي او الافيكاسي. ومعنى ان انا باجي اقول مثلا السيفتي او الافيكاسي، السيفتي ديت علشان خاطر ان انا اشوفه within therapeutic range، مش sub therapeutic او في التوكسيك ليفل. خلاص، ولا لا يكون في sub therapeutic ليفل ولا يكون في الايه ولا يكون في التوكسيك ليفل. طيب، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا قلت ان هو في بعض الادويه بيبقى ما بين الثيرابيوتيك رينج وما بين التوكسيك ليفل مثلا بيكون سلو، او مثلا تكون التوكسيستي بتاعت الانتيبيوتكس ده او الدراج دوت مثلا بتبقى فيري هاي زي النفروتوكسيستي بتاعت الفانكومايسين. خلاص، فانا لازم ان انا بقيس مثلا لو انا هبقيس التراف او الاريا اندر ذا كيرف زي الفانكومايسين علشان اشوف ان هو وزن ثيرابيوتيك كونسنتريشن. الكونسنتريت بتاعه في البلاد بيكون وزن ثيرابيوتيك ليفل علشان خاطر ان هو يديني الايفكت بتاعه، لان انا بستخدمه في السيفير كريتيكال النس او سيفير كريتيكال انفكشن. خلاص، او ان انا بتاكد ان انا الدوز اللي انا اديتها له ديت مش فيري هاي دوز، ان هي ممكن تدخل العيان في نفروتوكسيستي واوتوتوكسيستي، وده سايد افكت مش قليل. بس لما لاحظوا ان هم لما بيقيسوا التراف ليفل بالنسبه للفانكومايسين ما بيكونش اكيوريت قوي اكتر من او زي الايه الاريا اندر ذا كيرف. الاريا اندر ذا كيرف هي بيبقى الكونسنتريشن بتاع الدراج فيرسس التايم، يعني تركيز الدواء اللي موجود في الدم على مدار الوقت. فاكرين السلايد ديت او الفيجر ده لما احنا كنا اتكلمنا على الفارماكوكاينيتكس فيزيكس، بنقول او فيزيس، بنستخدم الادمنستريشن اوف انتيبيوتكس. هنا بيحصل ابزوربشن لغايه لما بيوصل للبيك كونسنتريشن، وده اعلى كونسنتريشن بيوصل للدراج اول لما بديه. وبعد كده بيحصل ديستريبيوشن ابزوربشن بقى للبلاد، ويحصل ديستريبيوشن للسايت اوف انفكشن. تمام، وبيحصل له بعد كده ميتابوليزم واكسكريشن. تمام، بيقل. يعني انا بدي كده الانتيبيوتكس او مثلا الدراج، بدي مثلا بدوز. علشان كده في معظم الانتيبيوتكس في سيفير كريتيكال إلنس ان انا بستخدم لودنج علشان خاطر ان انا اعلى بالبيك او ان انا اوصل للستيدي ستيت بسرعه، وبعد كده ان هو بيقل. طيب، مش معنى ان هو مثلا كده ان هو بيقل ان انا اوصل ل زيرو كونسنتريشن علشان قبل ما ادي الدوز الثانيه، ولكن لا، لغايه مثلا كونسنتريشن معين ان انا بدي السكند دوز، بحيث ان انا احافظ على السيرم كونسنتريشن بتاع الادراك اللي انا مديه. فانا لما اجي اقول ان انا بحسب التراف ليفل، او التراف ليفل اهوت بيكون ان انا بحسبه شوف في الاخر خالص بس قبل ما بيوصل للزيرو. خلاص، يبقى وهنشوف ان انا بحسبه بات تايم ايه بالظبط. بالنسبه للاريا اندر ذا كيرف، ادي كده الايه، ادي الاريا اندر ذا كيرف تركيز الدراج نفسه. تمام، فيرسس الايه فيرسس تايم. يبقى ده كل تركيز الانتي بايوتكس او الدراج اللي موجود في البلاد لوقت قد ايه. طيب، يعني ايه الكلام ده كله؟ طيب، قالوا ان الاريا اندر ذا كيرف هي طريقه كومبليكيتد شويه علشان خاطر ان انا استخدمها اكتر من التراف ليفل. مجرد ان انا هسحب سيرم مثلا ليفل للفانكومايسين وابعته ان هو يتحلل ويطلع لي التراف، وان انا اقارن تراف.
انا بستخدم التراف ليفل كده مجازا، ولكن ان انا ممكن ان انا احسب انا الاريا اندر ذا كيرف علشان خاطر ان انا اشوف ان انا كده اقيس الافيكاسي والسيفتي بتاع الفانكومايسين. طيب قالوا علشان خاطر ان انا اوصل للماكسيمم افكت، او ان انا بستخدم مثلا الافكت يكون يكون كويس، يكون ايديال من البانكومايسين، وفي نفس الوقت يكون سيف ان هو ما يكونش هاير كونسنتريشن ان هو يعمل لي توكسيستي، لازم تكون الاريا اندر ذا كيرف من 400 الى 600. ودي بتقابل التراف ليفل لما يكون من 15 ل 20 مللي جرام بير لتر. خلاص. طيب يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي ان انا ببتدي استخدم الفانكومايسين، استخدمته مثلا بلودنج دوز من 25 ل 30 مللي جرام بر كي جي، بيستخدم على الاكتشوال بادي ويت علشان خاطر اوصل لي الايه الرابيد ثيرابيوتيك كونسنتريشن. لان انا مش ما استناش ان انا اخد وقت مثلا يوم او يوم ونص او كام ساعه علشان خاطر اوصل للسيرم الثيرابيوتيك كونسنتريشن. لا، انا اديت اللودنج دوز علشان خاطر اوصل الثيرابيوتيك كونسنتريشن، وبعد كده بمشي بالمينتنانس دوز بتاعتي علشان خاطر بعد كده ان انا هحسب التراف ليفل علشان خاطر ان انا اشوف الافيكاسي والسيفتي. طيب هنا بيبقى فيه جدول كده للتراف ليفل. بالمناسبة ان السيروم ليفل للفانكومايسين هو مش بيستخدم كتير او مش موجود في مستشفيات كتير، هو بيكون غالي شوية. ولكن في حالة السيفير انفكشن بالنسبة عندنا يعني في مصر ممكن نشوف في اي لاب ان انا ممكن ان انا ابعت السيروم ليفل ان هو يحسب لي الايه التراف. طيب هنشوف الاكزامبل وبرده هتوضح اكتر التراف والاندر الاريا اندر ذا كيرف ان انا بحسبها ازاي. طيب في جدول بيكون حاجه ستاندرد كده بان انا بشوف التراف ليفل مثلا طلع لي مثلا بايلاب من اللاب مثلا اقل من 10، هقول ان دوت سب ثيرابيوتيك، يبقى انا محتاجه ان انا ازود الدوز، وان انا هزودها مش هزودها بقى ب1 جرام او 2 جرام، ولكن هزودها بمعدل مثلا 500 مللي جرام. خلاص، يبقى انا الزياده بتاعتي بتبقى 500 مللي جرام. وان انا بعد كام دوز كمان ان انا هروح جايه ان انا احسب تراف تاني واشوف ان انا كده وصلت السيرم كونسنتريشن الصح ولا لا. 500 بقى ممكن ان انا ازودها بير داي، مثلا لو انا بدي كل 12 يبقى انا هدي كمان 500 مثلا في النص كده يبقى كل 8، او ان انا ازود الدوز على الدوز اللي البيشنت ان هو بياخدها. مثلا لو هو بياخد 1 جرام كل 12 ادي مثلا واحد ونص الصبح، تمام، او 1250 الصبح وبعد كده 1250 مثلا بعد 12 ساعة 1250 مللي جرام. لو طلع لي من العشرة ل 20 مللي جرام اللي هي التراف اللي بتطلع لي من المعمل، خلاص يبقى انا كده وزن اوبتيمم، ده كده الاوبتيمم دوز، وانا كده ماشيه تمام، وانا كده الافكاسي بتاع الدواء والسيفتي بتاعته كده ايه خلاص تمام. وانا هكمل عليه وبرده هعمل ري اسيس من 1 إلى 2 تايمز ا ويك، او ان انا بعد مثلا ايه اسبوع كده ان انا هحسب تاني التراف ليفل. الا اذا لو حصل فيه مثلا مشكله في الكدني، يعني لو ابتديت ان انا خلاص ان انا وزن ثيرابيوتيك رينج خلاص، لو لقيت بقى بعد مثلا 3 4 ايام لقيت ان السيروم كريات بيبتدي ان هو يعلى، لا ان انا هسحب تراف تاني علشان خاطر ان انا اشوف يعني انا كده بقى السيرم كونسنتريشن كويس وزن النورمال او الاوبتيمم، ولا انا كده عليك مثلا بتدوز قوي ان انا محتاج ان انا اقلل تاني. طيب لو طلع من 10 ل 25 يبقى ده كده above recommended، انا عندي recommended من 10 ل 20، وبعد كده من 20 ل 25 كده above recommended، يبقى انا المفروض ان انا هعمل مثلا extended dosing interval، بمعنى ان انت لو مديها كل 8 ساعات يبقى انا خلاص ان انا اخلي الدوز دي يا جماعه كل 12 ساعه، وان انا برضو هعمل ري اسيس تاني بعد افتر سيرد دوز. خلاص يبقى انا هعمل كل 12 ساعه بدل كل 8 ساعات، وهدي 3 دوزز وهسحب تراف ليفل تاني. اكتر من 25 ده كده above recommended، والمفروض ان انا بعمل اوميت للدوزنج مثلا يعني المفروض ان انا بقى خلاص ان انا بكنسل كده دوز تمام، وبعمل ري اسيس تاني. كل الفكره انك بتسحب تراف ليفل، وبعد كده ان انت بتعمل اسسمنت تاني، ان انت بتشوف الريسبونس وبتعمل اسسمنت للتوكسيستي بتاع الانتيبيوتكس. ناخد اكزامبل على كده علشان خاطر ان احنا نفهمها اكتر.
ده كده في سانفورد مطلع فيه الكالكوليتور، هتلاقيها موجوده في سانفورد ابلكيشن، ان انت بتحسب بقى كل دوزس او اللي هو التراف او اي حاجه كالكوليشن تخص الانتيبيوتكس هتلاقيها موجوده. موجوده في كلين كالك على فكره، وموجوده في الميد كالك، هتلاقوها في كل الكالكوليتور يعني. طيب هنا بقى بيقول لك ان الفانكومايسين اريا اندر ذا كيرف، هنشوف بقى ان احنا بنحسبها ازاي. المفروض ان انا التارجت بتاعي من 400 ل 600. خلاص طيب نيجي نشوف بقى اتش دوز مثلا، يبقى انا بستخدمها مثلا بواحد جرام، يبقى انت بتكتب الدوز بتاعتك قد ايه. الدوزنج انترفال بتديها كل قد ايه، كل 8 ولا كل 12. الديوريشن اوف انفيوجن بتدي الدوز ديت على كام، يعني لو انت بتدي 500 مللي جرام هقول له على نص ساعه، لو بتدي 1 جرام مثلا هيبقى هديها على ساعه. طيب measured vancomycin trough concentration، تمام، يبقى انا التراف ديت اللي طالعه لي من المعمل نفسه. خلاص طيب ده الرقم اللي طلع لي بقى من التحليل، انا بعت السيرم ليفل وبعد كده طلع لي ايه الرقم اللي هو التراف. التايم فروم ستارت اوف انفيوجن تو ميجرمنت اوف تراف كونسنتريشن، ودي بتلخبط ناس كتير جدا للي بيحسبوا التراف ليفل او الاريا اندر ذا كيرف بالنسبه للفانكومايسين. طب انا هحسب التايم اوف فروم ستارت اوف انفيوجن اللي هو انهي انفيوجن؟ تمام، انا بحسب او بسحب التراف ليفل قبل الجرعه المفروض الرابعه، لو انا بحسبها لاول مره بسحبها لاول مره قبل الجرعه الرابعه بنص ساعه. يعني لو انا مثلا ميعاد الفانكومايسين من 8 ل 8، بدي 8 الصبح و8 بالليل، خلاص يبقى انا هسحب الساعه 7 ونص بالليل، يبقى قبل نص ساعه من الدوز الرابعه. تمام. طيب وقت قد ايه بقى من بدايه ان انا ابتديت الانفيوجن لغايه لما سحبت التراف؟ انا ابتديت من الساعه 8 الصبح، خلاص ادينا الانفيوجن، ابتدى ان هو الساعه 8 لغايه الساعه 7 ونص، يبقى كده 11 ساعه ونص، فبكتب التايم ده 11 ساعه ونص. طيب نشوف اكزامبل بقى. قال لك في patient normal renal function بياخد فانكومايسين 1 جرام اي في كل 12 ساعه. trough is drawn 30 minutes before the fourth dose. خلاص انا كده اول مره بحسب له الايه التراف، سحبتها نص ساعه قبل الجرعه الرابعه. fourth dose is infused over 1 hour. طبعا 1 hour ليه؟ لان انا بستخدم فانكومايسين 1 جرام، وقلنا ان الجرام على ساعه. طيب and the peak is drawn 1 hour after the infusion is completed. يعني لو هو هنا كده بقى حسب البيك كمان، يعني انا في الليفل السيروم ليفل دايما لما باجي اسحب يجي يقول لك انت عايز البيك ولا الترف. البيك انا بحسبها بعد ان انا بدي الدوز بساعه، يعني لو البيشنت مثلا بياخد الفانكومايسين الساعه 8، بيخلص على انفيوجن ريت بمعدل ساعة، تمام، يبقى هيخلص الدوز بتاعته الساعة 9. لو عايز تسحب البيك اسحبها الساعة 10، يبقى أنا كده استنيت ساعة بعد الانفيوجن ريت أو بعد ما خلصت الدوز بتاعتي. عايز تسحب التراف يبقى بعدها قبل نص ساعة من الجرعة التانية، أو بعدها ب 11 ونص، 11 ساعة ونص. خلاص طيب إيه علشان نفهمها برضو، انا الجرعه اللي انا اديتها للبيشنت دي 1 جرام كل 12، 8 الصبح و8 بالليل. 8 الصبح علقنا له الفانكومايسين على مدار ساعه علشان هو بياخد جرام، تمام، وسحبت له البيك كونسنتريشن الساعه 10. طيب التراف سحبت اول تراف قبل الدوز الرابعه بنص ساعه، يعني الساعه 8 الصبح خدها، وبعد كده الساعه 7 ونص بالليل سحبت التراف قبل ما علق الدوز اللي بعد كده. تمام. طيب because the patient is at steady state، خلاص عادي بقى في حالة الستيدي ستيت انا مدياله لودنج دوز واتأكدت ان انا وصلت للسيرب سيرابيوتيك ليفل تمام بسرعة. تمام سحبت، طلعت التراف قبل نص ساعة قبل الدوز الرابعة. تمام ريفير تو اللي هو البيك هنا بقى طلعت التراف طلعت 8، والبيك طلعت كام؟ طلعت 22. خلاص طيب ليه بقى هنا بيقولك ان التراف قبل الدوز الرابعه؟ تمام علشان هو ديت الدوز اللي انت هتوصل ليه حاله الستيدي ستيت، وهتوصل لك هتطلع لك التراف ديت اللي هي الدوز الاوبتيمم، ان انت بتعرف ان انت ماشي ازاي، او السيرم كونسنتريشن بتاع الفانكومايسين. خلاص ديت الايه تراف، لو انت سحبتها قبل الدوز الخامسه مثلا هتطلع لك نفس الرقم. خلاص فالايديال قبل الدوز الايه، قبل الدوز الرابعه. طلعت التراف هنا 8 وطلعت البيك 22. تمام طيب تعالى بقى ندخلها كده ايه في الكالكوليتر. انا عندي الدوز 1 جرام، دوزنج انترفال كل 12 ساعه،
الديوريشن اوف انفيوجن بتاعت الدوز ساعة، علشان انا بدي 1 جرام على ساعة. طيب الميجرد بيك هو طلعها لي اصلا هنا المعمل، طلعها لي 22. طيب التايم فروم ستارت اوف انفيوجن تو بيك 2 hours، يعني ايه؟ يعني انا علقت الفانكومايسين الساعة 8، خلاص خلص الساعة 9، سحبت البيك الساعة 10، يبقى الوقت من بداية الانفيوجن لغاية لما سحبت البيك كام؟ ساعتين. طيب measured trough 8، والتايم فروم ستارت اوف انفيوجن تو تراف كام؟ 11 ساعة ونص. انا اديت له الدوز بتاعته بداية الساعة 8، وسحبت التراف الساعة 7 ونص بالليل قبل الدوز اللي بعد كده بنص ساعة، فهتيجي تحسبها هتلاقي 11 ساعة ونص. دي اكتر بوينت كانت بتلخبط الناس، ان هم مش قادرين ان هو ستارت اوف انفيوجن امتى، طب انا بسحب امتى؟ تمام، علشان خاطر ان هو يدخل على الكالكوليتر. تيجي بقى على الكالكوليتر بتاعتك هتعمل بقى اتش دوزنج. انا استخدمت 1 جرام او 1000 مللي جرام، خلي بالك من الوحده هنا اللي مستخدمه مللي جرام، يبقى 1000 مللي جرام. دوزنج انترفال كل 12 ساعه. الديوريشن اوف انفيوجن انا استخدمتها على ساعه. الميجرد التايم فروم ستارت اوف انفيوجن تو ميجرمنت اوف بيك، يبقى انا كده بستخدمها كام؟ البيك كونسنتريشن، خلاص انا حطيت البيك كونسنتريشن اللي طلع لي من المعمل اللي هو كان كام؟ اللي كان 22، خلاص. طيب التايم بقى from start of infusion to measurement peak concentration ساعتين، وخلاص فهمناها. طيب التراف concentration طلع لي 8، والتايم من from start of infusion لغاية لما سحبت التراف concentration هي 11 ساعة ونص. واقول له بقى calculate، وبعد كده ان انا بشوف الايه الاريا اندر ذا كيرف طلعت لي كام. هنا بيقول لك ان هو حسبها لقى الاريا اندر ذا كيرف 349، واحنا بنقول ان المفروض ان الاريا اندر ذا كيرف علشان تديني الايفكت بتاعي من 400 ل 600. 300 بقى 49 اللي هي طلع لي دوت سب ثيرابيوتيك، خلاص. طيب ركز كده بقى في التراف. التراف هنا طالع لك 8، خلاص، والاريا اندر ذا كيرف خلاص طلعت لي بالكالكوليتر 349. طب تعالى نقارن بقى بالجدول ده. 349 اقل من 400، يبقى كده سبسرابيوتيك. طيب بالنسبه للتراف 8، تمام، 8 اقل من 10، سبسرابيوتيك. يبقى انا محتاج في العيان ده ان انا ازود الدوز بتاعه الفانكومايسين باي 500. يا اما تدي ال 500 ديت مثلا، لو انت بتدي كل 12 يبقى ادي مثلا كل 8 ومنهم دوز 500. يا اما منعا للخبطه ان انت ممكن ان انت تزود 1250 الصبح و1250 ملي جرام بير دوز، بير 1250 ملي جرام بير دوز. تمام، او يا اما ان انت تزود على التوتال ديلي دوز مثلا، او يعني مثلا ان انت تشوف ان انت عايز تستخدم كام مثلا في اليوم، بس هي بتتحسب بالدوز وان انت تزود عليها 500. خلاص، يبقى انا كده يا اما ان انا ازود الانترفال بتاع الدوزنج ان انا اخليها مثلا كل 8، او ان انا هزود 500 على على كل دوز، وانس ديلي دوز او على ديفايدد دوز. يبقى انا لو انا كده عندي ان انا بسحب تراف، او ان انا كنت في مكان بيسحب السيرم ليفل بتاع الفانكومايسين، خلاص بقى انا كده ايه، عارف ان انا هتعامل ازاي مع السيرم ليفل للفانكومايسين. حقيقة السيرم ليفل بتاع الفانكومايسين ده مهم جدا جدا، لان في كتير ممكن نستخدم الفانكومايسين ونلاقي ان هو البيشنت مش بيرسبونس عليه، مفيش ريسبونس على الفانكومايسين على الرغم ان انا مستخدم مثلا دوز صح، تمام، واستخدمت كل 8، ولكن في مشكله ان انا بعمل مونيتورنج للايفكت بتاع الفانكومايسين من السيرم كونسنتريشن. بيحصل طبعا بيشنت فاريابيليتي، يعني ممكن يكون بيشنت يكون اتشيف للثيرابيوتيك ليفل اكتر من بالدوز اللي انا مستخدمها اكتر من بيشنت تاني، فده مهم جدا في التريتمنت وانا بستخدم الفانكومايسين بالذات يعني.